ظهرت مرة واحدة في السينما وكانت نهايتها مأساوية. مدام جريس أو أم يني في سلامة في خير ظهرت في مشهد أو مشهدين في السينما وفي فيلم واحد مع الفنان نجيب الريحاني في فيلم سلامة في خير، وكان المشهد ده هو السبب في إلقاء القبض عليها وإلقائها والزج بها في السجن. ما كانش حد يتخيل أبدا إن الوجه البريء اللي على الشاشة ده هو السبب في تدمير عيلة بأكملها. إنها مدام جريس اللي عملت دور أم يني في فيلم سلامة في خير كانت جارة نجيب الريحاني اليونانية اللي معاها ابنها فيكتور. كان الكلام ده سنة 1937. الفيلم حقق نجاح كبير جدا. ظهرت فيه مدام جريس مرة واحدة على شاشة السينما، اختفت بعدها، والمخرج نيازي مصطفى في مذكراته بيتكلم ويقول قال إن السبب في اختفائها وقال إن اسمها الحقيقي جريس أو ماريسي متريس تنتمي إلى عائلة يونانية، ألقي القبض عليها أثناء العرض الفيلم سلامة في خير سنة 1937. أثناء خروج الناس بعد عرض الفيلم ظهر راجل مشوه يصرخ بصوت عالي، فتم إلقاء القبض عليه. مع التحقيقات معه بين سبب صراخه وحكى وقال إنه كان زوج مدام جريس أو أم يني في الفيلم، يدعى أحمد محمد عبد الله من عائلات الإسكندرية، يمتلك محلات مشغولات ذهبية، لديه ثروة ضخمة جدا جدا. تركة تركها له أبوه، وكان ليه أخ أصغر منه والدته، وكانت جريس اشتغل عنده سكرتيرة كانت بتتكلم عدة لغات، كانت جميلة ورقيقة، ومع الوقت ومع تعاملها معاه حكم انها السكرتيرة بتاعته حبها وتعلق بيها وطلب منها الجواز واتجوزه. في يوم من الايام اخبرته ان اخوه الصغير بيعاكسها وبيتحرش بيها، انهال عليه بالضرب حتى لفظ انفاسه الاخيرة. مش بس كده، كمان قام بدفنه الاستعانة ببعض أصدقاء من أهلها. وكانت أمه تكرر السؤال على ابنها الصغير، تقول لها ده سافر إلى إيطاليا. كل يوم تسأله فين أخوك فين أخوك. مع تكرار السؤال اللي مل منه الأخ الكبير، ولأن أمه ما كانتش مصدقة أبدا، شافت مدام جريس على افتضاح الأمر، وضعت لها مخدر حتى لفظت الأم هي الأخرى أنفاسها الأخيرة. وبعد ذلك ذهب الزوج إلى البنك، يجدها قد سحبت جميع الأموال من البنوك موجب توكيل قديم كان عامله لها. وعندما عاد إلى البيت وجدها في انتظاره ومعاها مجموعة من أهلها من الرجال البلطجية اللي ضربوه وأشعلوا النار في البيت، لكنه نجا بأعجوبة ليفتضح أمر مدام جريس.